مر عام كامل على اللي حصل في قصر الحاج عصام الدمنهوري. القضية اتقفلت رسميا، والقصر اتقفل بالشمع الأحمر، واتقال إن الأرواح فيها شيء بترتاح. ليلى سابت الشغل في التمريض وبقت تشتغل في دار مسنين صغيرة، تحاول تبتدي من جديد. بس كل ما تسمع صوت باب بيتفتح بالليل تحس كأنها رجعت تاني للقصر. في ليلة شتوية هادية كانت قاعدة في أوضتها بتراجع أوراق قديمة، وفجأة جالها ظرف بالبريد من غير اسم مرسل. فتحت الظرف ولقت جواه صورة. الصورة كانت ليها وهي واقفة في بلكونة القصر قبل سنة، واليوم اللي اتقتل فيه ماهر. فيها كمان ورقة مكتوب عليها بخط غريب: لسه السر مخلص يا ليلى، المفتاح اللي مع راضي مش هو الأخير. ليلى قامت بسرعة ودقات قلبها بتزيد، مسكت الموبايل وكلمت نور. نور، لسه في حد بيتابعنا، في حاجة تانية مستخبية في القصر. نور ردت بخوف: ازاي؟ القصر مقفول ومتشمع بالشمع الأحمر. لا لأ، واضح ان في حد بيروح هناك من ورا الشرطة. اليوم اللي بعده قررت ليلى تروح القصر لوحدها. الجو كان غيم وفي سكون غريب، ولما فتحت البوابة الحديد حست كأن المكان بيناديها. دخلت، والغبار مالي كل زاوية، كل حاجة باينة زي ما كانت ما عدا الباب. المكتب كان مفتوح. قربت بحذر وقالت في نص المكتب، ولقت في نص المكتب شمعة منورة. قالت بخوف: مين هنا؟ وصوت رجالي طلع من جوه الظلمة: أخيرا جيتي، كنت مستني اللحظة دي. ليلى بصت حوالينها وقالت: انت مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ وعايز ايه؟ الظل بدأ يطلع لقدام، ولما النور لمس وشه اتجمدت ليلى في مكانها. مستحيل، ازاي انت سامي؟ سامي ابتسم وقال بهدوء مرعب: ايوه يا ليلى، فاكرة لما الرصاصة جت في راضي؟ كانت رايحة ليا، بس انا عشت علشان اكمل اللي بدأه الحاج عصام الدمنهوري، لان في وصية تانية محدش عارف عنها حاجة. ليلى بصت ليه بذهول: وصية تانية؟ ايوه يا ليلى، وصية ما بتديش الميراث للنور ولا فريدة، والوصية دي بتدي كل حاجة ليكي انتي. ليلى اتراجعت وقالت: انا؟ وليه انا؟ لانه كان شايف فيكي انتي بنت الراجل اللي انقذه من زمان، ما كانش شايف انك الاحق بكل حاجة. يعني هو كان شايف ان انتي اللي انتي انقذتيه، وبنت الراجل اللي انقذه زمان، وكان شايف ان انتي الاحق بكل حاجة. بس انا مش هسيب كل ده يضيع من ايدي. سامي قال لها كده. قالت له: يعني ايه ضيع من ايدك؟ وانا مش فاهمة حاجة، هو في ايه؟ رفع مسدس صغير وقال: القصر ده هيبقى ليا حتى لو على جثتك. ليلى خدت خطوة ورا وقالت بثقة: لا يا سامي، القصر ده خلاص خلصت لعنته. وضغطت على الريموت صغير كانت ماسكاه من جيبها، وفجأة النور اشتغل ودخلت الشرطة من كل ناحية. الضابط قال: كل كلمة اتقالت متسجلة يا سامي، الممرضة دي أشجع منك، جت القصر مخصوص علشان تكشفك. سامي انهار جدا على الأرض وهو بيضحك بهستيريا. مش مهم، السر مش هيخلص، في حد تاني ورا كل ده. بعد أيام ليلى وقفت قدام القصر وشافته بيتقفل رسمي. الشرطة ختمت الأبواب وهي قالت بهدوء: خلاص يا حاج عصام، القصر ارتاح، بس السر اللي وراك هيفضل جوه الجدران دي للأبد. مشيت وهي بتبص وراها، وفي الدور التاني من القصر في شباك صغير ظهر ظل بيبص عليها من بعيد. قعدت تقول تاني: هو في ايه يا جماعة؟ ومبقتش حاسة ان هي متلخبطة. بس مشيت ليلى، وبعد 3 سنين بعدت خالص، وعدى 3 سنين على اللي حصل في القصر بتاع الحاج عصام الدمنهوري، والحياة رجعت تمشي بهدوء، أو على الأقل كده كانت فاكرة ليلى. اتجوزت من دكتور اسمه حسام، كان راجل محترم وهادي، وسكنوا في شقة صغيرة في مدينة بعيدة عن القصر. خلفت بنت جميلة اسمها جنى. كانت دايما تقول: خلاص اللي فات اتقفل ورايا،
لكن ليلى ما كانتش تعرف إن الماضي عمره ما بيتهدم، هو بس بيستنى الوقت الصح علشان يرجع. في يوم وهي بترتب شنطة قديمة من حاجاتها، وقعت منها ورقة صغيرة مش فاكرة إنها حطتها هناك. الورقة مكتوب فيها: الوصية التالتة محفوظة باسمك يا ليلى. اتجمدت. الورقة كانت بخط الحاج عصام نفسه. قالت بخوف: مستحيل، ده كله خلص، مستحيل نفتح من أول وجديد، في ايه؟ لكن في آخر الورقة كان في عنوان القصر القديم. بالليل وهي قاعدة في الصالة سمعت صوت بكاء جنى من أوضتها، جريت عليها بسرعة، ولما دخلت لقت البنت قاعدة على السرير ومعاها علبة موسيقى صغيرة بتلف لوحدها. قالت ليلى بخوف: جنى، العلبة دي جبتيها منين؟ ردت بهدوء الطفلة وقالت لها: الست اللي كانت عند الشباك ادتها لي وقالت لي اقولك قولي لمامتك يا ليلى تفتح القصر تاني. ليلى اتخضت: جنى انت بتقولي ايه؟ هي قالت لك كده؟ قالت لها: اه يا ماما، قالت لي قولي لمامتك تفتح القصر تاني. ليلى وقفت مكانها مش قادرة تتنفس، قربت من الشباك بسرعة لكن ما كانش في حد، بس ريحة عطر فريدة كانت مالية المكان. في اليوم اللي بعده راحت على بيت نور تحكي لها: نور، في حاجة غريبة بتحصل، حد رجع يكلمني في الماضي، انا مش عارفة في ايه. نور قالت وهي بتحاول تهديها: ليلى، ده يمكن حد بيحاول يخوفك. قالت لها: لا، ده صوت فريدة، انا متأكدة. نور سكتت شوية وقالت: في معلومة ما قالتهاش قبل كده، القصر ما اتقفلش كله، في جزء منه اتساب علشان النيابة ترجع له وقت اللزوم، وفي حد بيحرسه لحد النهاردة. سامي؟ ليلى قالت: سامي؟ بس ده اتحبس، خرج من اسبوعين، بيقولوا انه ندمان وبيعيش حارس هناك بإذني. ليلى قالت وهي بتشد شنطتها: لا، لازم اروح هناك، لازم اعرف ايه اللي بيحصل. وصلت ليلى القصر اخر النهار، البوابة كانت مفتوحة والريح بتزقها كأنها بتستناها. دخلت بخطوات بطيئة وصوت الموسيقى القديمة بتاع العلبة بدأ يتسمع من جوه القصر. نادت بصوتها المرتعش: سامي! بس مفيش رد. طلعت الدور التاني وشافت نور شمعة طالع من أوضة الحاج عصام القديمة. قربت ولما فتحت الباب لقيت صورة كبيرة للحاج عصام والكلام مكتوب تحته بخط الدم: اللعنة ما خلصتش، هتبدأ من جديد. وفجأة لقيت نفس النور بتاع الشمعة قايد من أوضة أبو الحاج عصام القديمة. فتحت الباب ولقيت نفس الصورة بتاعت الحاج عصام والكلام برضو نفس الكلام مكتوب تحتها بخط الدم: اللعنة ما خلصتش، هتبدأ من جديد. ليلى شهقت وسمعت صوت خبط على الحيطة وراها، ولما بصت شافت باب سري مفتوح ومن وراه صوت سامي بيقول بهدوء: اتأخرت يا ليلى، الوصية التالتة لسه مستنياكي. الوصية التالتة؟ وصية ايه؟ ويا ترى في وصية تالتة؟ ودي كانت حكايتنا النهاردة يا جماعة عن عودة اللعنة اللي ما بتموتش. ساعة الماضي ما بيروحش، هو بس بيغير وشه علشان يخوفك اكتر. كنت معاكم ام العيال، واستنونا في الجزء اللي جاي لان السر لسه ما اتكشفش. سلام.